مساء الخير على حضراتكم. انا مهندس محمود حسيني، رئيس مجلس اداره شركه سمارت بروبرتي. والنهارده بما ان حضراتكم عارفين ان احنا فتحنا فرع معتمد من دايره الاراضي والاملاك لحكومه دبي موجود داخل التجمع الخامس في مصر، عشان نغطي طلبات العملاء والمستثمرين اللي موجودين داخل مصر وداخل المحافظات الموجوده في مصر عن الاستثمار العقاري اللي موجود في دبي، عشان دبي حاليا هي قبله المستثمرين، في نفس الوقت بجانب الاستثمارات اللي بيعملوها جوه مصر. فاحنا الشركه هنا من داخل مصر بنغطي طلبات العملاء سواء في الاستثمار داخل دبي او الاستثمار داخل مصر. النهارده حلقه غاليه عندي، معايا دايركتور اوف سيلز من شركه شوبا استاذ مهاب. هنتكلم مع بعض عن دردشه عن الاستثمار العقاري اللي موجود في دبي، وليه في مستثمرين كتير بيستثمروا في دبي، وايه بقى اخر المشروعات المتوفره والمتاحه من شركه شوبا، لان شركه شوبا واحده من اكبر واهم الشركات وتعتبر من التوب 3 اللي موجوده على مستوى الامارات ودبي بشكل قوي جدا. بص محمود، انا عايز الاول اشرح ليك وللناس ليه الناس بتبتدي تتوجه لدبي في الوقت الحالي. دبي طبعا انت عارف انها من اكتر الاماكن سيف في العالم. اول حاجه انت بتستثمر بالدولار، انت ما بتستثمرش بالعمله المصريه او باي عمله تانية، بتستثمر بالدولار لان الدرهم من سنين السنين وهو مربوط بالدولار صح. الناس اللي بتستثمر بالدولار في الدول الأوروبية أو خارج الإمارات طبعا بيكون في تاكس وبيكون في فات بتوصل ل 30 و40%. صح. فالناس هو عايز يستثمر بالدولار فهيضطر يستثمر بالدولار، بره قصاد ده بيدفع 30 و40% ضرايب كتير، ضرايب وتاكسز والكلام ده كله. لكن دبي زيرو تاكس، يعني أنت بتشتري عقار ما بتدفعش أي حاجة. فعلا زي ما انت بتقول، ان بتتكلم معايا ان الاستثمار في الامارات مختلف تماما عن الاستثمار بره. بالظبط زي ما قلت لك ان مفيش اي فيز بتدفع خالص، لا غير بس رسوم تسجيل في الاراضي والاملاك زي عندنا في مصر هنا الشهر العقاري. لما تسجل اي عقار عشان بتضمن حقك، في دبي بتدفع 4% دي على اي عقار، حتى لو بتشتري عقار من اي شخص مش من شركه فبتدفع ال 4% اللي هي رسوم التسجيل. وطبعا في معظم الناس اللي بتستثمر في الامارات بتستثمر في الحاجات اللي هي الاوف بلان. ليه؟ اللي هي اندر كونستراكشن. هنا برضو موجود في مصر بتهيألي صح؟ طبعا الاستثمار في مصر ده كتير جدا جدا جدا، بس هو الفكره كلها ان في اسعار خلاص. ليه المستثمرين في مصر بدأ يستثمروا في مصر والامارات؟ عشان سعر مصر تقريبا لما خلاص قربوا لبعض، هو خلاص سعر واحد بالزبط. يعني النهارده اليونت اللي موجوده في دبي تقريبا هو نفس السعر اللي موجود في الساحل الشمالي. دبي هتشتري شقه، ففي ناس بتقول لك لا ده في فكره تانية، وانا متهيألي انا واحد من الناس اللي بفكر فيها دايما ودايما بوجهها للمستثمرين بتوعي: اشتري الاول في الامارات، خد ايجار عالي عشان الامارات هي بتتميز ان الايجار بتاعها مميز بالزبط. حط الايجار اللي انت بتاخده من الامارات، وانت خصوصا ان انت بتاخد ايجارات بالسنه، حطه يا باشا عقار تحت الانشاء في مصر. يبقى انت لو انت عايز تشتري نفس حاجه المبلغ بالزبط. انت جبت بيه عقار هنا وعقار هنا بالظبط. فهو لو انت عايز تشتري حاجه في مصر، على طيب. فكره مش مصر بس اللي بيعملوا كده، في كل انحاء العالم. ومصر عمرنا ما كنا بنشوفها في الرانك بتاع دبي لاند ديبارتمنت ان هم بيشتروا. انا ملاحظ الفتره دي اقبال كبير دلوقتي جدا تقريبا وصلنا المركز الرابع او الثالث في دبي على مستوى العالم. في 120 جنسيه بتشتري بالزبط. مصر خلاص بقت رقم في الفتره الحاليه المصريين كتير جدا بيشتروا. عشان كده هتلاقي يعني الطلب من المصريين جامد على دبي حاليا. كان في الفتره اللي فاتت كانت الطلب كان موجود في المغتربين، دلوقتي بقى من جوه مصر كمان الناس اللي هي قاعده اللي هي ما كانتش كده بيدفع ايجار بالظبط. فبدل ما بيدفع ايجار هو بيشتري علشان يوفر فلوس الايجار اللي هو بيدفعها صح. لكن دلوقتي كل اللي بيجي حاليا بيشتري هو عايز يبقى عنده حاجه في دبي، عايز عنده دخل بالدولار، عايز يكون عنده حاجه مضمونه، عقار مضمون. هو الامتيازات كتيره، بس برضو فن اختيار المطور. انا بختار ليه من ضمن الاختيارات الاساسيه لما انا باجي اختار للعميل الاستثمار بتاعه جوه دبي، بحط شوبه من اوائل الاختيارات، لان انا بشوف ان هي بتهتم بالكواليتي، بتهتم ان هي بتسلم في المواعيد وقبل المواعيد بتاعتها. وطبعا محمود زي ما انت عارف، سواء في دبي سواء في مصر سواء في اي حته في العالم، العقار في ديفلوبرز مختلفه عن التاني. العقار لا، بغض النظر عن الديفلوبرز، العقار هو لوكيشن. يعني انت العقار اول حاجه عشان انا هشتري عقار كاستثمار او كسكن، انا سكن بشوف اللوكيشن القريب مني صح. كاستثمار لا، بشوف احسن الاماكن الموجوده في اي مكان انا بشتري فيه. لو هنتكلم على دبي انا بفكر اشتري عقار، فانا عايز حته قريبه من الداون تاون، عايز حته قريبه من المطار، عايز حته قريبه من كل الحاجات قريبه من البالم السياحيه والرئيسيه في البلد اللي انا رايحها، سواء استثمار او سواء انت رايح تسكن هناك. مظبوط تمام. فدي اكتر حاجه بتهتم بيها شركتنا اللي هي شركه شوبا العقاريه، ان احنا بنختار اللوكيشن لازم تكون بريميوم لوكيشن. ما اقدرش ان انا اتلاقي مكان مش معروف او منطقه لسه جديده بتطلع، لا انا بختار حتت تكون قريبه جدا من الداون تاون، ايزي اكسس لاي مكان، وفي نفس الوقت قريبه من المطار. ليه؟ كمستثمر بيفكر ان هو عايز يعمل حاجه شورت تيرم،
يأجر العقار فترات قصيره. فالشركات اللي بتأجر واللي هو بيقدر يتعاقد معاها في الحاجات اللي زي دي بتكون شركات كلها بتدور على حاجه. لو انت يا محمود بتحجز دلوقتي اوتيل على Booking.com في اي بلد، انت لسه رايح بلد جديد، اكتر يعني حاجه بتدور عليها بتحطها في السيرش، بدور حاجه انا جنب المطار ومنين من الداون تاون او السنتر بتاع كام كيلو من الداون تاون بالظبط. صح. فاحنا ده اللي احنا بنفكر فيه، بنحط نفسنا مكان المستثمر ده جاي عايز يأجر او عايز يفلip، فلا احنا نختار له لوكيشن ممتاز. حلو قوي. تمام. دي اول حاجه بالنسبه للوكيشن، دي اكتر حاجه شوبه بتركز عليها. تاني حاجه محمود، شوبه مرتبطه بالكواليتي. يعني كلمه شوبه لما تسال فيها اي حد في الامارات او بره الامارات، خلاص الناس دلوقتي عارفه شوبه يعني انا بشتري حاجه كواليتي. حاجه كواليتي يعني ايه؟ مش بس مجرد فينيشنج، مجرد كونستراكشن ماتيريال نفسها، احنا اللي بنبني لنفسنا. يعني شوبه هي بتبني لنفسها. مستر بي ان سي مينون هو الاونر بتاع الشركه، هو السلوجان بتاعه ارت اوف ديتيلز. يعني ايه ارت اوف ديتيلز؟ يعني بيركز في ادق الديتيلز اللي موجوده في العقار. يعني بيجي طبعا انت عارف ان في فحص بيجي للانسبكشن من دبي لاند ديبارتمنت لما تيجي تستلم العقار بتاعك. قبل ما بنسلم العملاء، دبي لاند ديبارتمنت بتستلم مننا بالمواصفات اللي احنا كاتبينها واللي احنا عاملينها في الاس بي اي. مستر بي ان سي مينون نفسه هو بيختار راندوم، ده بيسلم تاور دلوقتي، يختار 3-4 شقق، بيطلع يشيك عليهم بنفسه المواصفات مظبوطه، ادق الديتيلز. فعلشان كده دي الريبيتيشن بتاعته. وايه بقى احدث العروض والمشروعات؟ وكلمنا عن المشروع بتاع شوبا اوربس ده، عشان انا نفسي العملاء هي اللي بتكلمني عنه. شوبا اوربس هو مشروع احنا عملناه على 350,000 قدم، مشروع صغير معمول في موتور سيتي. موتور سيتي دي اصلا يعني اللي يعرفها او ما يعرفهاش، هي موتور سيتي مشهوره جدا في دبي، منطقه خاصه فيها كوميونيتيز جاهزه، اب تاون موتور سيتي. وفي عندك زي بوليفارد كبير، محلات ومطاعم وكافيهات، المنطقه جاهزه وساكنه وفيها مدارس انترناشونال، المنطقه عايشه. فهي تقريبا في بلوت واحد على الشارع الرئيسي، على شارع المسكين. طبعا شارع المسكين ده شارع معروف جدا في الامارات. شارع من الشوارع الرئيسيه اللي عليها مول الامارات وعليها دبي هيلز مول، على نفس الشارع ده بالظبط. واريبيان رانشز ده كوميونتي كبير للاعمار، في جولف كورس. الاطلاله بتاعه المشروع بتاعتنا دايركت على الجولف كورس بتاعت اريبيان رانشز. هو عباره عن 7 بنايات، مش ما فيهاش وحدات كتير، فيها محلات ومطاعم وكافيهات، فيها كوميرشال تحت على الشارع الرئيسي. قدامها على طول تاور ايه، قدامه محطه مترو، ودي حاجه كويسه جدا للاستثمار، الناس اللي بتيجي تأجر طبعا ما بيبقاش معاهم عربيات طبعا، فبتكون هتبقى مناسبه جدا. وبعدين انت بقيت بالتارجت مش بس الايجارات السنويه، انت كمان بقيت بالتارجت الناس الشورت تيرم، اللي حد عايز يأجر باير بي ام بي، يأجر باليوم، يأجر بالاسبوع. طب خلينا نوضح كده للعملاء، عشان شوبا ده بالذات من اقوى المشاريع دلوقتي. طالما مشروع جديد انت لسه بتاخد باسعار لسه ما زادتش، فدي تبقى فرصه كويسه. احنا لو اتكلمنا على اللوكيشن بتاع مشروع اوربز، هو ده المشروع زي ما احنا شايفين. المشروع مكانه على الشارع الرئيسي، ده شارع ام مسكيم، وهنا محطه المترو بالظبط. هنا ده الجولف كورس كله بتاع اريبا رانشز. مظبوط. تمام. ده كلها دي منطقه كلها كوميونيتيز، كوميونتي فيلات ارضي اول، ارضي يعني ارضي اول. دي الفيلات العاديه. اوكي. الفيو بتاعك كله، انت بتتكلم تاور ايه وتاور بي 34 طابق، فالاطلاله كلها مفتوحه على الجولف كورس. غير ان جوه هنا في الاوديتوريوم بتاع الكارتن بتاع العربيات، سباق العربيات. أوكي. هنا الناحيه دي. طيب انت مثلا في مشروع في اوربس في موتور سيتي، عايز تروح برج خليفه والداون تاون، زي ما انت شايف هنا برج خليفه والداون تاون، بتتكلم بالعربيه 20 دقيقه. اوكي. عايز تروح دبي كريك اللي هو اطول من برج خليفه، اللي هو المنطقه الجديده كريك هاربر، المنطقه دي على الكريك، بتتكلم في 20-22 دقيقه. مول الامارات هو يمكن يكون مش باين هنا، بس هو مول الامارات، هو في منطقه البرشا، فانت بتتكلم ان انت قريب جدا، ده مول توصل في 10 دقايق. ده مول الامارات، فبتتكلم على نفس الشارع اللي انت عليه بالظبط. اوكي. تمام. عندك دبي هيلز مول هنا، فانت عندك 2 مول كبار جدا، واحد بتتكلم على بعد 8 دقايق 9 دقايق، والتاني حوالي 11 دقيقه بالظبط بتكون هناك. عايز تروح برج العرب، عايز تروح جميرة بيتش هوتيل، عايز تروح بالم جميرة والمارينا، فهو ايزي اكسس لكل مكان، كل حاجه ماكسيموم تلت ساعه. تمام. طيب انا كعميل بقى حبيت المكان وحبيت منطقه الموتور سيتي وحبيت المشروع، طب عايز اعرف اسعار المشروع ايه، ادفع ازاي، في تسهيلات مريحه ولا الدنيا هتبقى صعبه زي ما بيقول في الامارات؟ لا انا هيبقى في ضغط في الاقساط، فالوضع ايه بالنسبه للدفع بقى؟ الدفع في عندنا في شوبا مفيش اسهل من، احنا دايما معظم البيمنت بلان بتاعتنا 60-40. يعني ايه 60-40؟ يعني هتدفع 60% during construction و40% على الهاند اوفر. طيب ال 60% دول هل هم بيدفعوا دفعه واحده؟ لا طبعا، احنا بندفع 20% دفعه اولى، تمام،
تمام، مع اول حاجه طبعا بندفعها اللي هي رسوم التسجيل اللي احنا اتكلمنا عليها ال 4%. ده العقار بيتسجل بالباسبور خلاص ده ده يطلع كده للأملاك. دبي لاند ديبارتمنت، دي عقارك متسجل في الشهر في زي الشهر العقاري هو دبي لاند ديبارتمنت. اوكي 20% ده من ثمن الوحده. بعد كده كل 6 شهور بندفع 10% لحد ما نكمل ال 60%. طيب خلصنا ال 60%، هيبقى عندنا على الاستلام في 40%. ال 40%. ال 40% دول في تو ويز ان انت ممكن تدفعهم. اوكي. ممكن تدفعهم ككلاينت، تدفعهم كاش وتستلم، او تدفعهم عن طريق المورجج، عن طريق البنك. حتى لو انت مش مقيم في الامارات نقدر نطلع لك صح. من بنك في الامارات نطلع لك مورجج بالبنك ستيتمنت بتاع الدوله بتاعتك عادي جدا. بتجيب مصدر اثبات دخل ليك، وطبعا الاس بي اللي هو سيلز برشيز اجريمنت بتاع العقار اللي انت اشتريت بيه، بيجي يعمل تقييم للعقار ده، بيكون عند الاستلام. اوكي. يعني المورجج ده والبنك ما بيكونش غير عند الاستلام. تمام. فبيبقى عندك فتره بقى لغايه 25 سنه او لحد ما سنك يوصل 65 سنه. يعني عمرك مع سنين الاقساط ما يعديش 65 سنه تقدر تاخد المورجج. تمام. طيب كلمنا الاستلام بتاعنا، احنا بنتكلم في استلام تقريبا في استلام ديسمبر 27. وزي ما انت عارف شوبة دايما بتحب تسلم قبل الموعد. هي الموضوع مش معانا بالصدفه، هو الموضوع ان احنا دي ريبيتيشن بتاعتنا، فاحنا دايما بندي نفسنا 6 شهور زياده، لان احنا اللي بنبني نفسنا. يعني احنا مش بنجيب مقاول بيبني لشوبة، لا احنا اللي بنبني نفسنا. فشوبة بتبقى، فاحنا عارفين، احنا متحكمين في موضوع التسليم. طبعا التسليم وكواليتي، سواء كونستراكشن او فينيشينج، فكل حاجه في ايدينا. عشان كده احنا دايما بنسلم قبل موعد ب6 شهور. كده احنا بنتكلم ان اسعار الغرفه والصاله بتتراوح ما بين 980 لغايه مثلا مليون 100 مليون و200 بالظبط. وفي كمان 1 بلس ستادي، دي حاجه احنا شوبة دي حاجه مميزه جدا ومش كتير بيعملوها. بتبقى نفس السعر تقريبا او ازيد حاجه بسيطه جدا بتاع ال1 بيدروم. يعني ممكن نتكلم في مليون 250 مليون 300 مليون 350 غرفه بلس ستادي، واجر على انها 2 بيدرومز. طب والغرفتين بقى؟ الغرفتين بنتكلم مليون 850 مليون 900. مساحات كبيره، بتيجي دايما كورنر، وبتيجي 180 ديجري، لايك الفيو بتاعها بيكون راوند، بيكون شايف اكتر من فيو مع بعض. تمام. فالون بلس ستادي الغرفه اعتمد عليها غرفه ونص. الغرفه ونص دي بتنفع انها في الهوليداي هومز، في الايجارات، انها تتاجر از 2 بيدروم، او غرفه نوم مع غرفه خدامه، مع غرفه اطفال، مع مكتب ستورج. مكتب مهم جدا. طبعا فدي بتنفع في الايجارات. صح. وفي ميزه كمان، شوبة ما بتعملش اي استوديوهات. يعني احنا بنبدا دايما في اي بروجكت بنبدا 1 بيدروم او 1 بلس ستادي، 2 بيدروم، 2 بلس ستادي، و3 بيدروم. بس في اوربز اخرنا 2 بيدروم، يعني 1 بلس ستادي و2 بيدرومز بس. حلو. طيب انا مبسوط جدا جدا باللقاء ده، لان انت فعلا افدتنا بشكل قوي جدا، وزيارتك دي كانت زياره عزيزه، ان انت نورتنا في الفرع بتاع موجود في مصر، ودايما بتنورنا برضو ان شاء الله كمان في دبي. فانا بس عايز اوجه لحضراتكم كلها، لكل المستثمرين وكل العملاء اللي موجودين وبيتابعوا الشغل بتاعنا في سمارت بروبرتي، سواء في التجمع في مصر او السمارت في دبي، ان حضرتك من داخل الشركه تقدر تتعاقد على اي وحده موجوده في دبي، وتقدر تتعاقد على وحده في المشروع الجديد الخاص بشركه شوبة، مشروع شوبة اوربس. فانت من موقعك هنا موجود هنا في الشركه، بنعمل زوم ميتنج مع الشركه، بنبص على الوحده اللي حضرتك بتختارها، بعد كده بنعمل لها حجز بوكينج ب 2%، لغايه بقى بنكمل الاجراءات استكمال التعاقد على الوحده بتاعت حضرتك، وانا بكون موجود معاك خطوه بخطوه، سواء من فرع التجمع او من فرع الامارات. ودايما حريصين ان احنا نختار للعملاء بتاعتنا افضل الشركات اللي ليها سمعه محترمه سواء في مصر او في الامارات، ونختار لهم افضل الوحدات اللي موجوده في السوق العقاري. تحت امر حضراتكم في اي وقت. وكانت حلقه ممتازه جدا، ونورتنا وشرفتنا يا استاذ مهاب بوجودك حبيبي. الله يخليك. الله يخليك.